بغض النظر انه هالاكله جمالها ببساطتها، ولحتى نزيدها بساطه هي مش معتازه اكتر من جات بطاطا مقليه وصحن فتوش ودوقوا وادعوا لي. حرفيا يا جماعه اذا دقتوا اعلقتوا. شويه زهره مقليه مع خلطه بتفتح النفس. شوفوا لي انتوا بس قديش طرايه من جوا وبقرمشوا وبشهوا القلب من برا. وقبل ما نبدا الفيديو انتوا بس اسمعوا لي هالصوت ما احلاه. ومثل ما تعودنا خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول اكسب اجر انا وانتو. طب بتعرفوا اشي؟ والله العظيم هي اصلا ماشيه ببركه الصلاه على الرسول. ايضا تضغطوا لايك لهذا الفيديو ونقول بسم الله ونبلش. في البدايه عندي هون راس من الزهره او القرنبيط. كل شيء عملته اني قصقصت الزهرات بهذا الشكل اللي واضح قدامكم وما بخليها كتير صغيره ولا كتير كبيره. بعد ما غسلته كتير منيح رفعت طنجرتي على النار وبضيف نص معلقه صغيره مش اكتر من هيك من الكمون وبسلق الزهره لمده 5 دقائق. ما بنسلقها كتير اللي تنهري معانا، يا دوبك بنسلقها لمدة 5 دقايق. بعد هيك بنصفيها وبنبردها وبنشيلها على جنب. عندي هون كوب ونص من الطحين. اما بالنسبة للبهارات استخدموا اي نوع انتو بتحبوه وبتفضلوه. انا ضفت نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة من الفلفل الحلو، نص معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، بودرة بصل وبودرة ثوم وربع معلقة صغيرة من الكركم، بالاضافة لمعلقة كبيرة مليانة من الملح ومعلقتين من البقدونس سواء كان اخضر او مجفف الشيء اللي بتحبوه. رح اضيف المي بالتدريج، ممكن ياخد معك من كوب ونص لحد 2 كوب. تمام، بنزل فيه بالتدريج ليصير عندي القوام يعني انه لا كتير خفيف ولا كتير سائل، مثل قوام البانكيك بالضبط. ادمج مكوناتي كتير منيح مع بعض. وشوفوا احبائي هذا القوام اللي انا بدي اوصله. لا تكون معكم كتير جامده اللي تمسك بالقطعه، لا تكون معكم كتير سائله اللي ما تمسك بالقطعه. اعتقد فهمتوا علي. عندي القلي فقط رح اضيف معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. لو حبيتوا تعملوا الخليط من الصبح وعندي القلي تضيفوا معلقه البيكنج باودر ابدا ابدا ما بيحكي لا. عندي هون زيت غزير وحامي. تمام، بنزل الحرارة على المتوسط. احنا ما بنقلي الزهرة على حرارة جدا عالية. باخد قطعة الزهرة وبنزلها بالخليط اللي حضرناه وبنزل كليات السوائل الزيادة. بعد هيك بحطه بالقلاي وبضلني رايحة جاية اقلب فيها لتاخد معانا هاللون الاشقر الحلو. وشو بدي احكي لكم يا جماعة، هالاكلة قديش بتشهي. الريحة لحالها بتفتح النفس، فما بالكم اذا دقتوا حرفيا علقتوا. بخلص كامل الكمية بهذا الشكل اللي واضح قدامكم مباشرة. رح اخذها واحطها بمصفاي. احنا ما بنحطها على ورق تنشيف المطبخ. اذا حطيتوها على ورق تنشيف المطبخ اي مقليات بتنشف. واكيد هاي الطريقه ما بينفع ابدا انكم تعملوها بالاير فراير ولا حتى بالفرن. خلصت كامل الكميه وشوفوا بسم الله ما شاء الله قديش مقرمشه من برا وهاي القرقش الزاكيه وقديش طريه وبتشهي القلب من جوا. واكيد لازم انكم تسلقوها، ما بينفع تقلوها مباشره. الف صحه وعافيه مقدما وباي باي.